برضو من الشبهات العجيبة جدا اللي بيسوقها الأصدقاء النصارى إن الإسلام بيهين المرأة وبيحقرها، عكس المسيحية اللي بتكرم المرأة ويعني ترفعها مكانة عالية. طيب احنا عشان نأكد الكلام ده تعالى نتصفح مع بعض المرأة في الكتاب المقدس وكيفية التعامل معها. يعني في سفر التكوين يقول لك: إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. المرأة خاضعة للرجل. في العهد الجديد الرجل هو رأس المرأة. لتصمت نساءكم في الكنيسة. المرأة تتعلم السكوت والخضوع. من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. إذا ولدت امرأة ذكر تكون نجسة 7 أيام، أنثى أسبوعين. أنت واخد بالك؟ في الإسلام طبعا النبي بيقول: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا سترا له من النار. خلي بالك، شوف الفرق. في يوحنا: هؤلاء الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار، بيعتبروا العلاقة مع النساء نجاسة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك: واستوصوا بالنساء خيرا، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. شتان بين المنهجين في التعامل مع المرأة، شتان بين الاتنين. لا طبعا، احنا لو جبنا النصوص وحطينا النصوص بتاعة الكتاب المقدس قدام النصوص في الإسلام، سواء الآيات أو سواء الأحاديث، انت على طول هتعرف أنه دين كرم المرأة ورفع المرأة وجعلها في مكانة عالية. في الإسلام الرسول الكريم يقول لك: أمك ثم أمك ثم أمك. وانت عارف قيمة التكرارية لتأكيد المكانة. في الإسلام رفقا بالقوارير. ايه ده شوية عليهم؟ لا طبعا، اعمل مقارنة بين النصوص هنا وهنا هتعرف الفرق الرهيب. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.